اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم حبوباتي، نتمنى تكونوا غاية وتكونوا في صحة جيدة. الوصفة تاع اليوم أو الفيديو تاع اليوم خاص بالشهر الفضيل، إن شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا. وخاص تاني لانه طلباتها مني واحده المشتركه عندي، قالت لي يعني حطي لنا وصفات رمضان ولا مملحات رمضان. ها راني جبت لك اول فيديو للشهر الفضيل. درت لك بعجينه وحده درت لك زوج تاع الوصفات يجيو هشاش بزاف وبنان. و مام الحشوة تتبدل على اختها. صدقيني هذا الوصفة روعة روعة روعة، وتقطع لك كمية كبيرة. ما عليا غير نقول لك حبوبتي تفرجي الفيديو حتى الاخير وتعرفي على المقادير وطريقة التحضير. وتاني لا عجبك لا فيديو تاع نهار اليوم خلي لي تعليق اسفل الفيديو بلي عجبك، باش نزيد نجيب لك وصفات احسن. بالنسبه لطريقه التحضير والمكونات، غادي نبداو بالحشو اللي هو فيه فلفله، فيه شويه د فيونداشي، بصل مقطع، طماطم، ملح، ثوم وطماطيس مصبره وزيت. نديروهم في الفرن يتقلاو. يعني شتو الحشو بنين، هذا بنين بزاف ومش كيما اللي مدارين نديروه دائما. وصدقوني شوفوا يعني جا يعني فيوندا شي راني دايره شويه مانيش دايره بزاف. انا كي ندير الشيرات يعني ماشي كل يوم نشري فيونداشي ولا لا. كل ما نشري فيونداشي نقلع شويه من هذيك اللي شريتها، كل ما نشري نقلع شويه حتى نتحصل على فيونداشي نصيبها في كونجيلاتور ندير بها وصفات كيما راني نحط لكم دائما. هنايا نخلوه يطيب على نار هاديه ونروحوا لاباط. بالنسبه لاباط عندنا كاس تاع الحليب، كاس تاع الماء يكونوا دافين، مغرف تاع سكر، مغرف تاع خميرة الخبز يعني كبار، مغرف كبار. وعندنا واحد يايوخ طبيعي، ولا اللي ما عندهاش يايوخ طبيعي تعوضه بكاس تاع اللبن. يعني دير كاس حليب، كاس ماء، وكاس اللبن. يعني اللي ما عندهاش يايوخ طبيعي واللي عندها يايوخ طبيعي دير يايوخ طبيعي. على بالي بلي في الشهر الفضيل نكون عندنا بزاف اللبن، على بها قلت لكم ديروا في بلاصه يايوخ طبيعي كاس اللبن. نخلطوا جيدا المكونات ونخلوهم واحد 10 دقائق يتفاعلوا. يعني هاد العجينه تخمر لكم بالخف لخاطرش غادي نخمروها دروك ونزيدو من بعدها. وهنايا بعد ما تفاعل يعني نتوما ماكوش تشوفوا فيه، انا بغيت نوريه لكم تفاعل غايه. خلطي هذوك المكونات ونكملوا المكونات الباقيين. بالنسبة للمكونات الباقيين عندنا نص كاس تاع زيت، يعني بنفس الكاس نكيلو كل بياض بيضة. والصفار نخلوه نستخدموه في الاخير، دوك نوري لكم شندير به. نخلطوا جيدا المكونات ومن بعد نجيبوا الفرينه، نديروا شويه تاع الفرينه كما عودتكم دائما، نزيدوا عليها مغرف صغيره تاع خميره ومغرف صغيره تاع ملح، ونبداو نلمو في العجينه حتى نتحصلوا على عجينه طريه. يعني صدقوني هاد العجينه ما تخافوش منها، لخاطر غادي كل ما تولوا تلموا فيها غادي تولي تحسوها تتلصق. يعني نتوما ماشي تقعدوا يتسعفوا فيها وديروا الفرينه تاع من بعد تجمد معاكم، لا، غادي نوري لكم القوام باش تفهموا غايه. يعني انا ما نعيا نفهمكم، بصح كيما من تشوفوا الفيديو وتشوفوا العجينه كيفاش راها تفهموا احسن. وانا بالنسبه للفرينه اللي نخدم بها نخدم بسفينه هذيك اللي قابستها بيضه غوز، يعني كاع نعرفوها. يعني نخدم بها كل شيء ما نبدلهاش كاع. نبداو نلمو كيما راكم تشوفوا حتى اللي نتحصلوا على عجينه كيما راكم تشوفوا فيها. نديرو شويه في هذيك الريسيبيو تاعنا، نديرو شويه تاع الفرينه ونغطوها ونخلوها تخمر في مكان حامي. انا كيما قلت لكم نديرها تحت البلاكا، ندير شويه، ندير طاوه تاع ماء حامي. ولا مين تبغوا تخمروا اي حاجه ما لازمش تخلوها على الارض، يعني ما لازمش تخلوا العجينه في الباسينه وفوق البوطاجين، ولا ديروا كتانه من تحت وديروا فوق هذيك الباسينه باش تخمر لكم غايه. وهنا بعد ما خمرت ندي غازولها هذاك الخمور تاعها ونقسموها على زوج كرات يكونوا نفس الحجم.
ومن بعد كل بولة غادي نقسموها على عدة بولات كما غادي تشوفوا. يعني انا هذا الوصفه خرجت لي 5 تاع خبيزات كما اللي شفتوهم، وخرجت لي 6 تاع تاع ميني بيتزا. وانتم تقدوا تخرجوا اكثر من الكميه اللي انايا درتها، لخاطرش انايا كبرت الكميه كما شفتوا. وهنا بالنسبه للشكل الاول كي غادي نديرو، غادي نحلو بهذه الطريقه. وهذاك الحشو اللي كنا خدمناه الساعه وطيبناه، نبداو نعمرو في هذيك الخبيزات. يعني غادي نبداو بالخبيزات هما الاولى، ومن بعد نديرو هذاك الحشو نديرو عليه الفرماج ونبلعو جيدا. يعني هنايا لازم نبلعو باش من بعد من يطيب لنا الحشو ما ما يخرج، يعني ما يخرج. من بعد ما لازمش نخلو العجينه من هي غليظه، ونجيبو قطعه ولا هذه قطعه تاع البيتزا ولا خدمي، ونديرو خطوطه بمايلين، يعني ماشي طوال، مايلين باش يجينا الشكل كيما اللي وريتها لكم. هنايا غادي نرفدها لكم ما تلصق ما ولا، يعني عجينه شابه بزاف. نتوما لو طون لي كاع تخدموا هذوك الخبيزات غادي تسيبوهم خمروا، يعني لازم نخلوهم شويه يخمروا. من بعد نجيب الكره الزاوجه وغادي نخدموا بها ميني بيتزا. هنايا بلا ما نحتاجوش كاع الوراق الميني بيتزا، غادي بيدينا كما راكم تشوفوا. غادي نحلوها، يعني نحلوها في الاطراف تكون شويه غليظه كما غادي تشوفوا، وفي الوسط نرقوها غايه باش من بعد تطلع لنا في الحواف. طريقه سهله. ونديروها في البلا عاد باش نديروا لها لافارس. انايا لافارس كانت بقات لي شويه، على بها قلت لكم كل حشو وبنته. لافارس كانت بقات لي شويه من هذيك اللي درنا بها الخبيزات شادرت. كانت عندي صوص لاصوص كيما راكم تشوفوا فيها. انا خلطت هذاك الحشو مع هذيك لاصوص، صدقوني جات بنينه وجات كل نكهه ديفيرو على اختها. هنايا كيما قلت لكم اش نديرو، نجيبو هذاك الصفار البيض اللي كنا خدمنا بالبياض في العجينه، ونديرو له شويه خل، ونديرو كيما شفتوا يعني هذاك الوتو اللي خليناه منتفخ نفوتوا عليه بالبيض. وتاني خبيزات تاعنا نديرهم بالبيض بعد ما يخمروا، يعني نفوتوا عليهم بالبيض بعد ما يخمروا. صدقوني هاد الوصفه غادي تجربوها وغادي تعجبكم بزاف وتعتمدوها في اي مملحات. هاد العجينه كيما شفتوا. من بعد ما نكملوا كاع هذوك الخبيزات بالدهن الوجه تاعهم، نزيد نديروا لهم شويه سانوج من الفوق، ولا الا ما عندها السانوج دير لهم شويه تاع الجنجلان. من بعد نبداو نعمرو في هذوك ميني بيتزا تاعنا. يعني وصفه واحده، عجينه واحده خدمنا بيها ميني بيتزا وخبيزات. والحشوه انا يمين دقتها، كل حشوه بنينه على اختها، يعني ماشي كاع كيف. غادي تجربوها كيما وريت لكم وغادي تعرفوا باللي البنه ماشي كيف. من بعد هذيك الميني بيتزا نعمروها غايه كيما راكم تشوفوا. يعني ما لازمش ديروا شويه على صوص لخاطش مين تدخلوها في الكوشه غادي تنشف معاكم. من بعد نحموا الكوشه من تحت، نطيبوهم من تحت ونطيبوهم من الفوق. وهنا ميني بيتزا انا درت لهم فرماج رابي كيما راكم تشوفوا. نتوما عندكم زيتون ديروا زيتون، ما انا بغيت ندير لكم حاجه سهله. هذا مكان انا نطيبهم، ونتلاقاو في اخر فيديو كما عودتكم دائما. وهنا حبوباتي وصلنا لاخر الفيديو كما راكم تشوفوا. خبيزات راهم جاهزين معنا، وميني بيتزا راهي جاهزه معنا بعجينه واحده. صدقوني جات كما راكم تشوفوا طريه وهشيشه وبنينه. كل وصفه كل كل وصفه بنينه على اختها. هنايا انا رشيتي درت شويه تاع المايونيز فوق هذوك الميني بيتزا، ودرت شويه تاع المعدنوس. يعني انا كان عندي الفرماج كان عندي الزيتون، بصح ما بغيتش ندير، بغيت نبسط لكم الحاجه. ما عليا غير نقول لكم اللي عجبها الفيديو تاع اليوم خلي لي تعليق اسفل الفيديو. الى اللقاء في وصفات اخرى.